السلام عليكم. طبعا كلكم متابعين الوضع العام في مدينة الفاشر، انه قاعد يسوء يوميا بالنسبة للمدنيين الموجودين داخل مدينة الفاشر، وللأسف حتى الآن ما في تحركات عسكرية من أي محور ما عدا القوات الموجودة داخل مدينة الفاشر، سواء كان من القوات المشتركة أو القوات المسلحة أو حتى المستنفرين. بالنسبة للوضع العسكري، الأبطال الموجودين داخل مدينة الفاشر ديل يوميا بيعملوا العليم وأكتر، ويوميا بيعيشوا في ظل الوضع المأساوي من التدوين وكذلك المسيرات اللي بيستخدمها ميليشيا الدعم السريع. حتى الآن طبعا ما في أي إسقاط جوي تاني حصل، ولا في تدخل للطيران على أساس إنه يضرب تجمعات ميليشيا الدعم السريع. أما الوضع بالنسبة للمدنيين فهو في غاية السوء. الناس فقدوا كل شيء بالمعنى الحرفي. الآن ما موجود داخل مدينة الفاشر. مدينة الفاشر يا جماعة بتحتاج لتدخل عاجل. مدينة الفاشر بتحتاج لعمليات انتحارية تقوم بها القوات المسلحة والمشتركة من أجل فتح أي خط إمداد وإيصال مساعدات داخل مدينة الفاشر. ده إنذار إنه لو لا قدر الله ميليشيا الدعم السريع أسقطت مدينة الفاشر، حتعمل سيناريو أسوأ من الحصل في معسكر زمزم وأسوأ من الحصل في الجنينة وفي ود النورة وغيرها من المناطق. مدينة الفاشر يا جماعة أذاقت ميليشيا الدعم السريع الأمرين، لذلك هم بكينوا كل أنواع السوء لمدينة الفاشر وحيرتكبوا فيها أسوأ مجزرة. لابد من أنه يكون في استنفار كامل من أجل مدينة الفاشر، وأتمنى أن الرسالة تصل لقيادات القوات المسلحة والقوات المشتركة. أما بالنسبة للتطورات في مدينة بارا، حتى الآن ما في أي تحركات. كل ما يراج في الميديا حول تحرير مدينة بارا هو مجرد كلام. كل الفيديوهات اللي بيتم تداولها هي فيديوهات قديمة. زي ما قلنا، سقوط مدينة بارا لا يعني بأنه خلاص الميليشيا حتصل أم درمان، مع أنه سقوط مدينة بارا لا نقلل من أهمية بارا. مدينة بارا مدينة استراتيجية بتقع في الطريق اللي بربط ما بين ولاية الخرطوم أو مدينة أم درمان بالتحديد ومدينة الأبيض، وكان بيسهل عملية تحرير ولاية شمال كردفان، ويجب العمل على استردادها في أسرع وقت ممكن. لكن الهم الأكبر هو مدينة الفاشر وما يجري الآن في مدينة الفاشر من انتهاكات ضد المدنيين، وكذلك من عدم حتى الآن ما في إسقاط قد يحصل، والمدنيين في أسوأ أحوالهم بيحتاجوا لتدخل عاجل. مدينة الفاشر بتحتاج لهمة، بتحتاج لأنه كافة جهود الدولة تكرس من أجل إنقاذ مدينة الفاشر. مدينة الفاشر بتنادي كل صاحب ضمير موجود على مستوى الدولة بأنه يقدم ولو القليل من أجل مدينة الفاشر. أتمنى أن الرسالة تصل لكل قيادات الدولة. أنقذوا الفاشر. التحية لكم.